السلام عليكم، انا جبت لكم فيديو جديد. فبنبدا على الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده. Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies. طيب يا اخواتي، النهارده رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده نسختي فيرجن 13، حرفيا النسخه نهايه المجال. النسخه فيها مميزات كتيره فشخ، فانت كمل الفيديو للاخر عشان تعرف مميزات النسخه وتعرف الباسورد بتاع النسخة. باسورد النسخة أقوله على مرتين في الفيديو، مرتين في مرتين، فأنت اسمع الفيديو للآخر عشان تعرف الباسورد. تمام. ولينك التحميل وطريقة التحميل هسيبها لك في الوصف في أول كومنت مثبت. انزل حمل النسخة وشوف طريقة التحميل الأول لو أنت مش بتعرف تحمل النسخة. قشطة قشطة. أول حاجة تدخل على برنامج زي أرشيفر، أو لو عندك مدير الملفات بيفك الضغط. قشطة، مفيش مشاكل. قشطة. تمام. اول حاجه تضغط على النسخه ضغطه واحده كده، بعد كده تستخرج هنا. تمام. بعد كده تكتب الباسورد. قشطه. اللي هقوله في الفيديو. بعد كده وبفك الضغط واحمل النسخه. قشطه قشطه. اول حاجه ندخل على النسخه بالشكل دوت. النسخه هتظهر معاك بالشكل الجامد فشخ دوت. تمام. اول حاجه كده لو ظهرت معاك اللي هي دي، تمام، اللي هي ابديت ومش عارف ايه، اضغط على علامه الاكس. ما تشغلش بالك، النسخه هتطلب منك تحديث بس مش هتقف. تمام. يعني النسخه هتشتغل معاك لمده 5 6 شهور كمان. فاهم؟ بس هي لو جاتلك دي، قشطة، مفيش اي مشاكل. اضغط على علامة الاكس وبس كده. تمام. ما تحدثش النسخة. تمام. عشان انت لو حدثتها كل الميزات دي كلها هتضيع منك. تمام. تمام. عندك هنا يا اسطى زي ما انت شايف الفانز، الرومات، الستايت، الكولات. الفانز اللي هي الشتات وكل الحاجات دي. المجروفين اللي هي الرسائل المؤرشفة. تمام. عندك زي ما انت شايف ده شكل الشتات من بره. عندك هنا لو هتضيف اكتر من حساب، هنا قطع النت، هنا الدارك مود واللايت مود بالشكل ده. نشوف اللايت مود. ده اللايت مود. تمام. بصراحة اللون جامد فشخ يعني. عايز ايه اكتر من كده يا اسطى؟ فاهم؟ طيب هنشتغل بالدارك مود. زي ما انا قلت لك يا اسطى، لو الرسالة دي جاتلك اضغط على علامة اكس وبس كده. قشطة قشطة. عندك هنا يا اسطى اللي هي العلامة دي اللي هي بتلف دي، لو ضغطت عليها هيحولك للبروفايل بتاعك على طول. فل. عندك هنا 3 نقط. عندك هنا الخصوصية اللي هي أول واحدة، جدولة الرسايل، رد التلقائي، رصد للنسخة، رسائل رقم مش متزيف، رسالة جماعية، اعمل روم، اعمل بي سي، افتح ويب، رسائل مميزة بالنجمة، الإعدادات. تضغط على الإعدادات. تمام. عندك الخصوصية والفانز والإشعارات والتخزين والمساعدة ودعوة صديق. عندك هنا قسط المساعدة. بعد كده الأباوت. ده الأباوت حرفيا حاجة عظمة. تمام. زي ما قلت لك برضو ان النسخة دي مش هتطلب منك تحديث، واقول لك تاني في الفيديو عشان محدش يكتب لي في الكومنتات ان النسخة عايزة تحديث وبتاع. فاهم؟ النسخة مش هتطلب منك تحديث يا برو. فاهم؟ طيب عندك هنا يا اسطى ندخل على الخصوصية بتاعت بندق الشكل الجامد فشخ ده. تمام. عندك اهلا بك يا برو، عند حاجات كده مالكش دعوة بيها انت. فاهم؟ الخصوصية واضافات الفيروس، السمات، النسخ الاحتياطي والاستعادة، الشاشة الرئيسية، شاشة المحادثة، فكك من دي مالكش دعوة بيها. التحديثات زي ما قلت لك ان النسخة مش هتطلب منك تحديث. فاهم؟ فانت مالكش دعوة بدي. الاباوت زي ما انت شايف. فل. طيب الخصوصية والاضافات زي ما انت شايف. عندك يا اسطى هنا الخصوصية، زراير عدم التهنيج من الفيروس. تمام. عندك هنا 5 اقسام. اول قسم اللي هو بتاعت الفيروس. تمام. عندك اول واحده عشان ما تهنجش فيروس الوجع، عشان ما تهنجش فيروس الصور، عشان ما تهنجش فيروس الدوكومنت، عشان ما تهنجش فيروس اللوكيشن. فعل دي عشان فيروس الكتالوج، عشان كتلة الصور، عشان ما تهنجش فيروس كونكت. فكك من دي، عايز تفعلها فعلها، مش عايز براحتك، هي ملهاش لازمة اصلا. عشان فيروس الكونكت اللي هو 41 و6 و64. عشان ما تهنكش فيروس اللينج، عشان ما تهنكش فيروس الويب، عشان ما تهنكش فيروس الميديا، عشان ما تهنكش فيروس الاشعارات. فعل دي عشان قراءة المزيد.
دي فعلها يا اسطى، فعل علشان فيروس الشات، ففك من دي. برضه عايز تفعلها فعلها، ملهاش لازمة. تمام، ده كله يا اسطى هتفعله لو انت بترمي فيروس على حد او حد بيرمي عليك. تمام، طبعا النسخة بترمي فيروس هقول لك برضو هي بترمي فيروس منين، بس انت كمل الفيديو الاخر علشان تعرف الحاجات دي كلها. فل هلغي ده كله. عندك هنا الفيروس 2، خلي النسخة السريعة دي تفعلها يا اسطى. ازالة تحطم البوت دي برضو عند اللزوم، فعايز تفعلها فعلها. دوت الخطأ 3، اصلاح اي خطأ في النسخة دي تفعلها. قشطة. عندك هنا يا اسطى اضافات نسخة بندق، يعني الحاجة بص، حاجة كده في منتهى الجمدان. دي نسخ النص المحدد، دي بقى بص، فيروس قطع النت دي هتفعلها. تمام كده، بس رقمك ممكن يتحظر. تمام، انت بعت لحد ممكن رقمك يتحظر. تمام، ممكن. فل فانت لازم يكون معاك كود فك حظر. تمام، عامة يعني رقمك هيتحظر، هيتفك في ساعة تقريبا، مش هيكمل ساعة. فاهم؟ بس انت ايه، هتبعت اي كود للشركة هيردوا عليك ان رقمك اتفك على طول. فاهم؟ يعني مش هيطير مثلا 3 شهور ولا بتاع، لا، هو هيتفك في نفس الساعة لو انت بعت حاجة للشركة. تمام، فانت لازم يكون معاك كود فك حظر علشان لو رقمك اتحظر. بقول لك لو رقمك اتحظر، هو مش هيتحظر بس هو ممكن يتحظر. فل دي انا مش عارف، دي الامام التلقائي، ده رد تلقائي تقريبا. تذكر الايفون. رفع نفسك ادمن في كل الرومات، دي لو فعلتها تبقى ادمن، بس ادمن فيك. فاهم؟ يعني ولا تعرف تضيف حد ولا تزيل حد. ده ازالة كل الادمن من الروم. انت لو ادمن، فانت لو فعلت دي هتزيل كل الادمن من الروم بضغطة واحدة. دي تحقق من تيك واتساب. طيب، عندك هنا يا اسطى 15 شكل للفويس. تمام، عندك هنا لو فعلت شكل واحد هيديك شكل. تمام، دي كلها اشكال. عندك 15 شكل، يعني لو فعلت مثلا واحد هيجيلك مثلا في الريك، لو انت بعت ريك لحد هيجيلك مثلا ساعات ودقايق وثواني والحاجات دي كلها. فانت برضو شوف الشكل اللي يعجبك واختاره. عندك هنا التواصل مع المطور، عندك الانستجرام بتاعي، عندك التواصل مع المطور ده الرقم بتاعي. طبعا يا اسطى لازم تعمل لي فولو على انستا علشان اعرف ارد عليك. فاهم؟ عشان انت لو ما عملتش فولو فالرسائل بتبقى في مكان كده، فانا بكسل اصلا ادخل عليها. فاهم؟ فانت اعمل لي فولو الاول وبعد كده ابعت لي رساله. فل طبعا يا اسطى زي ما انت شايف دي كل الخصوصيات بتاعه الفيروس. عندك هنا اضافات جامده. تمام، دول كلهم برضو تفعلهم. تمام، عندك هنا زراير عدم التهنيج من الفيروس، دول برضو تفعلهم يا اسطى لو انت بترمي فيروس او حد بيرمي عليك. تمام، عندك هنا يا اسطى دي قطع النت. تمام، دي قطع النت برضو لازم يكون معاك اسمه ايه دوت كود فك حظر علشان لو رقمك اتحظر. تمام، ده مش قطع نت يا اسطى، ده انت دي لو فعلتها. تمام، بس انا كاتبها قطع نت بس دي فيروس. انت لو فعلتها وبعت رسالة اي رسالة انت بعتها تتبعت كأنها فيروس. فاهم؟ يعني يعتبر قطع نت برضه، هي بتقطع نت. فاهم؟ بس انت لو فعلت دي وبعدين بعت رسالة هتتبعت كأنها فيروس. فاهم؟ يعني انت اصلا يعتبر كده انت معاك فيروس. فاهم؟ عندك هنا انهاء الروم. تمام، انت مثلا لو ادمن وحبيت مثلا تنهي الروم وبتاع، طبعا يا اسطى اول رقمين من الباسورد 77. اول رقمين من الباسورد 77. اول رقمين من الباسورد 77، قلت 3 مرات مش هقوله تاني. دول اول رقمين. قشطة. عندك هنا يا اسطى زي ما قلت لك دي انهاء الرومات، انت لو ادمن تقدر تنهي الروم بكل سهولة. لو خرجت هتنهي الروم. فل عندك هنا حرق النسخة بمكالمة، لو فعلت دي ورنيت على حد النسخة بتاعته هتتحرق. تمام، افكتات النسخة، عندك هنا يا اسطى افكتات الشاشة الرئيسية. تمام، هنا هتختار اي افكت انت عايزه. عندك هنا افكتات الشات برضو تختار اي افكت انت عايزه. عندك هنا افكت الايموجي، مثلا انا هختار اي حاجة. تمام، بالشكل ده عشان اصلا أنا مش شايف، بس هغير لك ده كله. طيب تمام كده كويس.
عندك هنا يا اسطى افكتات برضو النسخة، تمام. عندك هنا وتختار اي افكت انت عايزه، تمام. بس كده. عندك يا اسطى زي ما انت شايف ده اخر ظهور، اخفاء اخر ظهور، فتح الرسالة المؤقتة لعدد غير محدود، اعادة التوجيه. مش هيظهر لحد ان انت محول الرسالة وبتاع. اخفاء مشاهدة الحالات، منع حذف الحالات، منع حذف الرسايل، اظهار الصحين، الزرقاء بعد الرد. دي جهات الاتصال، اللومات، البي سي، تمام. عندك هنا لو تعمل باسورد للنسخة فل. عندك هنا يا اسطى السيمات، طبعا انت لو عايز تضيف سيم او تعمل اي حاجة، بس انا عشان فصل النت فمش راضي يدخل فل. عندك هنا الشاشة الرئيسية، طبعا عندك هنا البار العلوي، طبعا ده كله انت عارفه فل. عندك هنا لو هتخلي دي زي ستايل الانستا فل، ده كله انت عارفه فل. طيب. عندك هنا يس شاشة المحادثة. عندك هنا فكك من دي اللي هي الوجد، فاهم يعني ملهاش لازمة برضه، فانا ايه فكك منها يا اسطى. عندك هنا التحديثات، زي ما قلت لك ان النسخة مش هتطلب منك تحديث. هي لو طلبت منك تحديث زي ما انا قلت لك ان ما تحدثهاش، النسخة هتقعد معاك 6 شهور مش هتقف فل. عندك هنا الاباوت يا اسطى زي ما انت شايف كده، حاجة كده في منتهى الجمدان فل. طبعا يا اسطى زي ما قلت لك دي كلها الاضافات بتاعت النسخه فل. تعال نشوف شكل الشات من جوه واوريك النسخه بترمي فيروس ازاي فل. طبعا يا اسطى ده شكل الشات من جوه، تمام. اهو ده شكل الشات من جوه، حاجه كده في منتهى الجمدان فل. طبعا يا اسطى عندك هنا لو ضغطت على دي اللي هي الايقونه دي اهي، ممكن تسحبها في اي مكان، تحطها في اي مكان عادي، تمام. لو ضغطت عليها هتلاقي اللي هي البوم دي، فاهم اللي هي مثلا ايه، تكتب اي رساله مثلا كده، مثلا ثواني سند مثلا، فاهم. فانت ايه هتبعتها بالعدد اللي انت عايزه، فاهم. طبعا هنا لو عايز تغير العدد مثلا خليها 1000 مثلا، عايز دي براحتك، فاهم. فانت زي ما قلت لك ان دي اللي هي بتاعت اسمه ايه تذكر فل. فانت تشوف العدد اللي انت عايزه وتبعتها. عندك هنا يا اسطى بتاعة الفيروس فل. عندك هنا سبام فيروس او سبام ايه دي سندر، المهم انا مش عارف يعني ايه دي، المهم. عندك هنا يا اسطى اندرويد وايفون، وعندك اندرويد وعندك ايفون. طبعا انت لو ضغطت على الاندرويد والايفون دي مع بعض هتبعت فيروس اندرويد وفيروس ايفون مع بعض فل، زي ما انت شايف اهو. لو ضغطت على الاندرويد هتبعت اندرويد بس، لو ضغطت على الايفون هتبعت ايفون بس، فاهم. فزي ما انت شايف ان النسخة مش وشايف الافكتات بتاعت النسخة حاجة كده عظمة، فاهم. فانت زي ما قلت لك برضو تغير انت الافكتات اللي انت عايزها، شوف الافكت اللي انت عايزه وتغيره. عندك يس طبعا اخر رقمين 2 2، اخر رقمين 2 2، اخر رقمين 2 2. لو ما سمعتش اول رقمين ارجع اسمع الفيديو تاني عادي، ما تخسر، مش خسران حاجة انا ولا انت، فاهم. عشان انت اصلا لو سمعت الفيديو من الاول ما كنتش رجعت تاني وبتاع، فاهم. طبعا يا اسطى زي ما انا قلت لك افكتات النسخة لو انت عايز تغيرها تقدر تغيرها من افكتات النسخة فل. وطبعا يا اسطى ده اخر فيديو. في حاجة تانية انا كنت عايز اشرحها بس تقريبا نسيتها. بس حرفيا انت النسخة دي جامدة فشخ، تمام. مش بتهنج فيروس زي ما انت شايف، تمام. مش بتهنج فيروس، بتستحمل ضغط رسايل، فيها قطع نت، فيها حرق بمكالمة، فيها انهاء اللومات. يعني حرفيا النسخة فشيخة، فاهم. ف ما تنساش يا اسطى تعمل لايك للفيديو، يعني مش هتخسر حاجة، فاهم. لايك للفيديو، كومنت حلو، شير لو قدرت، فاهم. وبس كده يا اسطى. والنسخة الجاية ان شاء الله تبقى بتاعت انا وسيف، نسخة اهي، تمام. نسخة هي مش لازم ادخل اقولها لك عشان النسخة تتحرق وكده، فاهم. ف زي ما قلت لك يا اسطى متنساش تعمل لايك يا اسطى للفيديو وتقدرني زي ما بقدرك فل.
وبس كده، سلام.